إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم. إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء خلال رسالة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للملك المغربي محمد السادس. إسرائيل تعترف بأن الصحراء أرض مغربية، بينما الجزائر المسلمة وتونس المسلمة وباقي الدول الإسلامية لا تعترف. مع من يمد نحوه يد التطبيع لا ينجح المخزن في كسب الاعتراف بسيادة مزعومة على الصحراء الغربية. إذن إخواني الكرام، اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء ليس خبر عادي ولا يمكن أن يكون عادي. بالنسبة للمغرب مسألة الصحراء هي مسألة وطنية، عامل إجماع بين كل المغاربة. هذا راه اعتراف من دولة عضو في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل تدرس فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة. أمر آخر، سيجري العمل بكثافة من أجل إدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب. طائرة ماشية من وهران الجنوب 100 مقعد فارغ، شباب كانوا باش يركبوا، تزايدوا في الكلام، قال لهم بلا استغفر الله بلا ربي ما يركب واحد، ومشى الطيارة نصها فارغ. الجزائر بحد ذاتها تعترف بإسرائيل. تحية الناس بوليزاريو. أنا جبتم واحد الموضوع تاع الصحراء الغربية. арқада алтар қарбар, қырқада қырғар қарбар, қырғар қарда ағар қарбар, алтар қарда марқар қарбар. әбдіреде әбігер әтеш отырған әбдірені. إذا حبيت توصل منصب غازل العسكر بالبوليزاريو واعلن مدعمك لتقرير مصير الشعوب وما إلى ذلك، سب المغرب صباح مساء، مبروك عليك مباشرة المجد والتقرب والقرب من جيوب وقلوب جنرالات النظام الحاكم. درتي فعلتي كونجيا ودال ماناش مساندين الصحراء الغربيه هذه، حنا مساندين نعرفوا بلي المروك دوله مملكه المغربيه نعرفوها. البوليزاريو هما يهمهم الا البوليزاريو، رغم ان البوليزاريو لم تعد موجوده. واش من صفقات اللي رايح ديرها لي تايا مع الصين؟ واش مثلا تجيب من عندهم السليبات ماضينشين؟ إذن مشاهدينا، زار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية الواقعة جنوب الصين. مشروع من تصميم وإنتاج جزائري 100%، ويعتبر من أهم المشاريع حاليا. Que vous allez vers des négociations avec les Algériens, avec le Polisario. Comment sortir de ce qui est de plus en plus une guerre qui coûte des vies, qui coûte de l'argent à vous, au peuple marocain? Comment en sortir? Il n'y a pas 50 000 façons de sortir d'une guerre, il n'y en a qu'une, c'est d'essayer de la gagner.